السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا باغي الخير أقبل، أقبل علينا بالتسامح. أقبل بالتسامح، أقبل على نفسك وعلى قلبك وعلى صحتك وعلى نفسيتك بالتسامح. التسامح صفة من صفات الفطرة. الفطرة أصلها التسامح، الطفل بيسامح. ليه؟ لأنه على الفطرة. أي يبقى بيلعب مع واحد طفل زيه ويقلبوا الدنيا ويعيطوا ويضربوا بعض، ومفيش ثواني ويتصالحوا ويضحكوا ويقسموا اللقمة مع بعض والحاجة الحلوة مع بعض، لأنها من الفطرة. فيا باغي الخير أقبل، أقبل بالتسامح. ما بتسامحش ليه؟ عشان إيه؟ هو عدم التسامح هيمسك لك حقك كده ويخليك تاخده؟ هيخليك واقف على غلطة غيرك وتروح لها وتروح بيها لربنا، علشان ربنا مش عارف؟ ربنا عارف، ربنا يعلم كل شيء. دع الأمور تجري، سامح اللي ظلمك، حط حدود في علاقاتك، ظبط علاقاتك وأحجامها ومقاساتها مع الناس، لأن مفيش حاجة بتحصل وحشة من حد إلا لما بيكون أنا حدودي مش مظبوطة. ظبط حدودك، ظبط تعاملاتك مع الناس، مش هيبقى فيه الغلطات الكبيرة. والغلطات عموما كلها، إحنا بشر كلنا خطائين. فسامح، سامح اللي زعلان منهم، سامح، إحنا في شهر الخير. سامح واغفر، وربنا بيغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيا باغي الخير أقبل، أقبل بالتسامح والغفران والصفح، فاصفح الصفح الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.